مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفه اعلامي اشتقتوا له يطلع من شاشتنا، عم تشوفوه على السوشيال ميديا. ضيفه رواد ظاهر. هاي كيفك شربل؟ منيح، مشتاق لك. وانا اشتقت لك واشتقت هون للمبنى ويلكم باك. شكرا شكرا. نبلش بالاو تي في؟ نبلش؟ ليش تركت الاو تي في؟ لك لا خلص. صرنا عايدينها 100 مره هيدي خلص. رواد شو؟ اول شيء عن جد انه عم نشوفك على السوشيال ميديا. ايه. ويمكن في عالم بيحضروا السوشيال ميديا، يمكن ما بيحضروا السوشيال ميديا، بس كانت خطوه منك، يمكن انت من اول الاشخاص اللي نقلت على السوشيال ميديا. اول بلاتفورم على السوشيال ميديا كان نحن بالمباشر. صحيح، فتحت بلاتفورم ومش الحال، قلعت الحمد لله. الحمد لله يعني. خشب يعني مش عينا فيك يعني. هيدا خشب او شو هون؟ خشب. منيح. انت متزوج من زينة ابراهيم. من زينة. أيه. هي سورية. صحيح. وعندك صبي ساري. اسمه ساري، الله يخلي لك اياه. كيف هالميكس؟ ميكس بشو؟ ميكس لبناني سوري غير مسلسلات. لا هلا هو منه ميكس اذا بدك فعليا. بتطلع على المنطقه كلها بين لبنان والشام، واذا بتطلع وبتعيش جد وبتشيل الحواجز النفسيه يلي بيزرعوا لنا اياها من نحن وصغار، وانه في هيدي الحدود ووراها مدري شو فيه وقدامها مدري شو فيه، بتشوف انه نفس العادات نفس التقاليد نفس الثقافه نفس التركيبه الاجتماعيه، كثير اشياء مشتركه، فبالتالي منه ميكس يعني اهين بكثير كثير كثير من انه يتزوج مثلا حدا من اوروبا او من امريكا او صحيح من اي مطرح ثاني. في عندك تقاليد هي ذاتها، في عندك هي نفسها ما كثير في فرق يعني. اذا ابن جنوب تزوج بنت البقاع، او ابن بيروت تزوج بنت طرابلس، او نفس الشيء ابن جونة تزوج بنت شوف، هي رح تكون نفس الشيء نفس الاختلافات، ما كثير بتختلف الاشياء اكثر يعني. هلا بالموروثات اللي بتكون عندنا انه هيدا سوري وهيدا لبناني وهيدا سوريه وهيدا لبنانيه، بتخلق عقد، بس هيدا زرعوا لنا اياها يعني. بس لا، في كثير عيال يعني مثل ما انت قلت انه في كثير عيال ميكس واحسن من ما انه يكونوا يمكن فرد شو اسمه يعني. مش هيدا السؤال، ما كان هيك اكيد، بس انه السؤال هي انه خطوه هيك انه جريئه فينا نقول. هلا انت الان رح تعيش بسوريا. هلا كنت بين لبنان وسوريا لفتره خلال الحرب السوريه باطار الشغل، واطلع وانزل على الشام وحلقات وتغطيات وما الى ذلك. بس انه الخطوه انه حبيت زينه وتزوجنا يعني. وبتعيد عيدان؟ بعيد عيدان. هيدي اللي عم عيدنا على حلقه الماضيه، قلت لك لا مرتي ارثوذكس طالعين نعيد بالشام، فهيدي ايجابيات مثلا. شفت انا ماروني هي ارثوذكس، فكل مره بنعيد معمول تاكل 100% معمول طيب. سمنه حمويه هونيك يعني. 100%. رواد، اكيد انت عم تتابع الوضع بلبنان اكيد، والوضع الاعلامي. خلينا نحكي شوي، نرجع بنحكي الوضع السياسي ولا هيدا، بس الوضع الاعلامي. يعني انت يمكن نقلت بالفترة اللي كان الإعلام فيها خلص يعني صار نازل نزول. هلا أنت حكي كذا مرة ليش تركت الأو تي في وشو صار وقتها، ما بدنا نرجع نحكيهم أكيد. يمكن هلا بيقولوا لا احكيهم، بس إنه خلص إنه قطعوا خلص 5 سنين، لا قد ايه 3 سنين بس هن من 2000 من ايلول 2020 4 سنين صاروا 3 سنين ونص هيك تقريبا. بس إنه كمان اجت بوقتها، بس لو ما اجت يعني لو ما صارت هيك هالاشياء اللي خلتك تترك الأو تي في، كنت رح تفكر تنقل تعمل هالخطوه؟ ليك لأقول لك كثير صراحه، اياد خلاف صديقي وزميلي من 2017 بيقول لي لازم نبلش مشروع على السوشيال ميديا ويكون عندنا بلاتفورم ويكون عندنا يوتيوب شانل. فانا اللي كنت عم ماطل من 2017 ل 2020، فليه عم ماطل ما بعرف، بس 2020 يمكن ما كنا نوثق يمكن بس صارت. وقتها اخذنا القرار انه تركنا الاو تي في، ما رح نروح على مكان ثاني، واخذنا القرار واسسنا بالمباشر. وفعليا كان اول بلاتفورم او يوتيوب شانل عم تعمل حوارات سياسيه على اليوتيوب بلشوا بالاول. بلشنا بزيرو بادجت، امكانيات صفر، على تليفوني وتليفون اياد كل واحد يصور حلقه سكايب وننزلها مثل ما هي، قطشه الانترنت بيكون فيها قطشه انترنت شو ما كان. لما صرنا مونيتايز صار في فارس انضم لنا، بلش يشتغل معنا مونتاج وجرافيكس وهي التفاصيل. بعدين من العائدات اليوتيوب جبنا المعدات، صرنا نروح عند الضيوف نصور عندهم. المرحله التاليه كان انه اخذنا مكتب بالمباشر وصار عندنا استوديو. فعلى قاعده من دهن وسقيله مثل ما بنقول بالدارج، هيك صار يكبر بالمباشر. والحمد لله بعدنا عم نكبر لهلا شوي شوي، وانتشارنا اكثر عم بصير عربي مش بس لبناني بعد 7 تشرين. جربتوا شوي انتم تفوتوا
هيك يعني بتطلعوا شوي من اللبناني بس مش كثير. يعني انا بشوف المشاهده اوقات يعني بتحس اللبناني بعده اكثر شيء عندكم. ايه بس لا ليك بعد 7 تشرين جربتوا جبتوا ضيوف من سوريا؟ لا وبعدنا هلا مثلا كان عندنا ضيف من مصر، ضيف من السعوديه، نحن اسبوعيا عندنا ضيوف من محلات ثانيه، بس اوقات بيكون ضيف لبناني بس الموضوع اقليمي، يعني منا مشروطه بس بهويه الضيف. شو هو يعني بس على المشاهدين اكثر شيء. المشاهدين هلا اكيد الثقل الاكبر هو ان كان بلبنان او لبنانيين بالخارج، بس كمان صار عندنا حضور من المغرب العربي، من مصر، من الخليج، وهي تحديدا بعد 7 تشرين زادت المشاهده بهذا الاطار. وهلا صارت موضه البلاتفورم، يعني صار في كثير من الزملاء كمان توجهوا لهذا اكيد صار في كثير، في منهم نجحوا في منهم بعد ما نجحوا، في منهم هلا عن جد بلشوا. صح مثل فراس ونانسي. طيب هالنقله كانت مثل ما كنا عم نحكي انه هيك مخطوره، خاصه خلينا نحكي بالامور مثل ما هي ماديا، يعني بدك تنطر تبلش تطلع من اليوتيوب اللي هو الانكم الوحيد، يمكن ما بعرف غير اذا في شي مناسبات ثانيه بيدفعوا تيطلعوا، بس انه لا نحن العائدات الوحيده اللي بالمباشر تمويليا هي اليوتيوب وفيسبوك، يعني الاثنين. اي اكيد. فانه المواقع التواصل المونيتايزيشن قديش كانت هيك يعني صعبه؟ اكيد صعبه، يعني خاصه هلا كمان لانه هلا بنعرف اللي بيشتغل بهالاشياء بيعرف انه اليوتيوب صار له يمكن تقريبا من راس السنه خفت شوي نسبه من راس السنه خفت كثير، مش شوي يعني. هلا اكيد شغله اثرت. بقول لك اول شيء التحدي لازم تصمد، هي بدها نفس طويل، بدها تحط براسك انه في خطين بدي امشي فيهم، او بروح بيع هوا وبيع موقف، يكون عندي ممكن تمويل سياسي، ممكن بيع حلقات، ممكن اعمل اللي بدي اياه تطلع مصاري، او لا بدي اشتغل اعلام مثل ما انا بحب. بس هيدا عاديه انه في كثير بيعملوها، حتى لو برنامج يعني هي خطين انت بتنقل بدك اياه. نحن فيها تكون مش على طول، هيدا قصدي فيها تكون مش على طول اكيد. نحن بالنسبه لنا كان عندنا التحدي انه بدنا ناسس بالمباشر ونقلعها ونثبت اسم ونثبت اسم بالمباشر من دون ما يكون في اي فضل تمويلي او مالي او سياسي لحدا علينا. وهذا اللي نجحنا فيه بتخيل على 3 سنين ونص. ومشان هيك يعني كل فتره اذا بتشوف التعليقات كل فتره بيجينا مسبات من فريق وبيجينا تهم من فريق الثاني، فساعه بيعتبرونا الثوره ضد السلطه، ساعه بيعتبرونا سلطه ضد التغيير، ساعه بيعتبرونا تيار ضد القوات، ساعه قابضين من القوات لنسب التيار. كل بتشوف تعليقات في خليط من كل شيء. اوكي انت شو؟ انا رواد ظاهر. اوكي عم خبرنا الخبريه كلها، بس انه مني هي ولا واحد من اللي عديتهم. بس ما عديت طيار. اوكي لا عديت طيار. لا ما عديت السلطه، ما قلت طيار. قلت لك منهم بفكرونا تيار ضد القوات ومنهم قوات لنسب التيار. عديت لك اياهم انت مرتين كمان. انا ما بدي اسمع عليها. عندك حساسيه. هيك جاك عروض مثلا من بلدان عربيه انه في شباب عملوا بودكاست ونقلوا لتلفزيونات عربيه. ايه اجى عرض واحد، يعني مش عروض. اجى عرض واحد بس ما خلص انت قرر تبقى بالبودكاست. ايه اكيد. يعني انا يعني حتى لو كان تلفزيون عربي عم نحكي، انا واياد اخذين قرار انه بالمباشر هو مشروعنا اللي عم نشتغل عليه لحتى يكبر. اليوم اي عقد ممكن يجيك اخر شيء مدته 2 3 5 سنين وبعدها شو، فنحن في مشروع عم ناسسه وعم نكبر فيه، فهيدا التارجت تبعنا. من الاخر سؤال شو بركي انت بتفيدني، شو قصتكم بتتركوا الاو تي في بتصيروا ضد التيار، بتكونوا بالاو تي في بتجننوا على سلامتكم بنحبكم، طيب تنقلوا بتصيروا ضدنا، شو خبريه؟ اول شغله شو السر؟ اول شغله لا وقت كنت بالاو تي في كنت تيار، ولا وقت طلعت من الاو تي في سبات تيار. بعد نفس الموقف. انت من الاشخاص لو سبت طيار ما كنت عندي بالحلقه. انا بطرح اسئله على اي ضيف بيكون معي، وحتى اذا بتلاحظ انا يمكن من الناس اللي كثير اللي ما بيكتبوا موقف على السوشيال ميديا، يعني بتفوت على تويتر عندي في دعايات حلقاتي، حتى لا بحط معايدات ولا بحط موقف سياسي ولا بحط شيء، تفاديا انه ما بدي فوت بنقاشات مع حدا. موقفي وقناعتي انا حر فيها وما حدا له معي، وما بدي ناقش مع حدا وما بدي اعمل دعايه لحدا. فمشان هيك اذا اللي بيعتبروا مش انت اللي بيعتبروا السؤال هو تهجم، هي مشكلتهم. نحن شعارنا بالمباشر السؤال حق بل واجب. فهذا واجب انه السؤال مش عم تهاجم الطيار، بس انت صرت عم تنكر انه انت طيار مع العلم انه انت كنت بصوت الغد كنت على راس سطح تقول انت طيار. انا وين؟ في كثير زملاء خبروني كنت على راس سطح تقول انت طيار. اعطيني زميل واحد، اعطيني اسمه. اذا بعطي اسامي بفضحهم. لا اعطيني لمصداقيتك. لا انت بتعرف الزملاء كلهم انت بتعرف انه انت كنت محسوب على الطيار.
في فرق محسوب اذا عم بشتغل مؤسسه اعلاميه للتيار، وفي فرق كون انا تيار. انا فيك تسال هلا ايام ما كنت بالاو تي في، اطلع هلا طبقين على نيوز روم، اسالهم شو كانوا يعيطوا لي. شوفوا لنا مين في شباب، مين في شباب اسالهم شو كانوا متهميني سياسيا. كنت والله انا حسب ما خبروني، حسب ما انا كنت بعرف يعني، انا كنت تابعك، كنت انت هالقد، كنت تابعك، انا كنت هالقد انت. ايام وليد انت بعدين صرت فجأة قريب من القومية، بعدين صرت ثورة، بعدين لا بلا. اول شيء لحظه، هلا التغيير مش غلط، اول شيء غير المهم ترجع على الاساس بعدين. اذا برجع على الاساس ما برجع على التيار. لا برجع لك بكثير وضوح. حتى ايام ما كنت بالاو تي في كانت التهمه من كتار، وحتى شوف ايام ما كنت بالمباشر على الاو تي في لاحد المساء كان كتار ينتقدوا انه ليه حاطينه شو ما في ناس تيار، شو ما في ناس تيار طلعونا على الشاشه وهيدا عامل معركه ضد التيار. فكنت هون وكانوا يتهموني بهيدا التهمه، وهي بقول لك انه هي بس مجرد اني بطرح اسئله، ماني عم بعطي اراء. الفكره الاساس انه بحسوا عليه، من طرح الاسئله بحسوا عليه. لا لك شغله، الناس اذكي. لا لك شغله، انا عندي سلسله مبادئ بالحياه السياسيه، في اقول لك اياهم يلا، وفيك تشوف. انت خلينا نقول قبل، انت مقتنع بكم شغله من فكر انطوان سعاده؟ انطوان سعاده ايه صحيح، مقتنع بموضوع فصل الدين عن الدوله، اوكي، بموضوع دولة مدنية، واكيد ما يكون في اي محاصصة طائفية وما يكون فيها شيء ديني. مقتنع انه اللي انعمل بسايكس بيكو هو لتجزئة هذه المنطقة واضعاف كل البلدان اللي نشأت جراءها، وخلقوا شرذمة بين الشعوب اذا بنتواصل مع بعضنا بنعرف انه منا موجودة. ما ضروري نرجع نضم المنطقة كلها اليوم، بس ما في شيء بيمنع يكون في نوع من اتحاد مشرقي مثل ما في اتحاد اوروبي، مثل ما في ولايات متحدة امريكية. فهو افكار اساسية بالنسبة لي. عداء لاسرائيل اكيد هيدا على راس السطح، فهو مبادئ اساسية بالنسبة لي بالسياسة. فمشان هيك اي فريق طائفي يتعاطى السياسة من خلفية طائفية ما في يكون معه بالسياسه الداخليه، الداخليه ما بكون معه. بس انه مثلا لقيتهم انت انه العلمانيه والدوله المدنيه والعداوه لاسرائيل، طب ما هو حركه امل كمان بتقولوا يعني نبيه بري، استاذ نبيه بري كمان هو مع الدوله المدنيه ومع العلمانيه ومع ضد محاربه اسرائيل. مع محاربه اسرائيل مش ضد، لا سوري يعني ضد اسرائيل يعني أكيد. اوكي، وهو اذا ليش منك املي مثلا؟ مش امل، مش انت منك قومي، ليش منك قريب منهم؟ مني قومي حتى لانه في كثير، حتى التيار عنده قصه العلمانيه والدوله المدنيه، اليوم حطهم في كثير شيء اللي يمكن حزب الله يلي بعقيدته في شق ديني أكيد. عند الكل بيقول لك انه هو عنده هو 3 مبادئ اقل 2 منهم، يعني فكره العداء الاسرائيلي مش عند الكل، ف عند الكل بتلاقيهم. طيب شو ما بتتفق معه مع الحزب القومي؟ كحزب كيف تركيبته، كيف ادائهم، كيف تحول لشيء امني بدل ما يكون شيء فكري، هو كلهم ما بلتقي معهم اكيد. يعني هو يعني انا اذا بدك بالافكار اللي حكيتها هي تنسجم مع فكر انطون سعاده يعني، بس كحزب وهيك ولا مره كنت بالحزب القومي وغير معجب حتى بالاداء يعني تبعه يعني. طب انت تعتبر حالك اعلامي مستقل؟ ايه هيك، بس انا في مقابله معك انت من على اليوتيوب، بحفظها، بتحضر في شيء اسمه بالمباشر. ايه بحضرها بالمباشر. ايه عاملين معك مقابله والله، هيدي وقتها روزي كان برنامج رمضان. انت قلت انه الاعلامي المستقل لا في طعمه ولا في ما بعرف شو، بيقطع مرور الكرام. اوكي، انت تعتبر حالك مستقل؟ بلا نكهه قصدك؟ بلا نكهه صحيح. ايه في فرق بين تكون شو يعني مستقل، خلينا نبلش نفصل. في فرق بين بلا نكهه وبين مستقل. يعني هي فكره الحياده، هو حدا بلا مبادئ أكيد. يعني ما بعمل شيء، انا عم اقول لك عندي مبادئ اساسيه، عداء لاسرائيل، هيدا مش حياد، هيدا نكهه، هيدا لون، هيدا شيء واضح. الدوله المدنيه ورفض الطائفيه وادخال الدين بالسياسه، هيدا موقف، هيدا شيء واضح، هيدا نكهه. فهودي منهم حياد يعني بهيدا القصه. في فرق بين الحياد وفي فرق بين الواحد يكون مستقل. مستقل هو غير تابع، يعني منه حامل مبخره ونازل عم ببخر لحدا دائما، منه جاهز يكون عم بزقف لحدا اذا غلط او يغض الطرف عنه اذا غلط، ولا جاهز يكون هيك يعني مين بقول له هش بقول له مش يعني. مؤخرا انتشر لك فيديو مع كذا ضيف، بس اكثر شيء مع رامي نعيم، هلا معمول مونتاج عليه ومقصقص الفيديو يعني تنحكي الامور مثل ما هي. بس انه ما سكتت، يعني مثلا
لا قبل ما اسالك عن رامي نعيم، من اي متى بتستقبل ضيوف انت؟ اسره يلقطون كانوا السوريه ويعذبون بالكرسي الكهرباء ويحطوهم بالدولاب، يعني منك هي بتستقبل هيك اشخاص؟ ليك رامي ايه بعد يطلع معك رامي؟ ايه لا ما بعرف اذا بيحضر الفيديو، اذا بيحضر الفيديو لا ليك رامي بيعرفني منيح وبعرفه منيح، وبيعرف انه ليك اللي سالته ما قللت اخلاق ولا افتريت. لا اكيد ما قللت. اللي سالته هن اسئله عم بسالها لضيف. قال هو طب انه كان ايام السوريين يتعرض للتعذيب ومدري شو، بس ما على كرسي الكهرباء انت كنت تشوفك على كرسي مين ما كنت شايف الفيديو، فالطبيعي اساله عنه. هي المش طبيعي اني ما اسال. ومثل ما انتشر هذا لرامي، قبله كان في لشارل جبور قبل فتره صحيح. لما يخرج لما كانت نائبه رئيس تيار، يعني وفي غيره. لا يعني بس رامي اكثر شيء لانه اصلا الاشياء اللي حكيها يعني فيها اشياء يعني ما مش خياليه شوي. بس بيطلع معي اكيد يعني، وبعد الحلقه رجعت حكيته وما في مشكل يعني. ما عندي، ما بعمل عداوات مع حدا، ولا عندي يعني مش الهدف اني لا سجل نقاط ولا حطم حدا. بالعكس، على الصعيد الشخصي بحترمه لرامي، والتواصل قائم بيني وبينه، وبعرفه من كثير زمان يعني. منا بتعرفه من وقت ما كان غير شيء. بعرفه من وقت ما كان معكم. انت عرفتوني عليه. طب ليه؟ عن جد لما يكون ضيف، انه كذا ضيف اكيد صار قاطع عليك، بيكون بخط سياسي معين، بيرجع انت عم تستضيفه بيكون عم يبرم على خط سياسي ثاني. انت كيف تتاقلم معه؟ يعني عرفت يعني مثلا عم نحكي خلينا نحكي مثلا رامي نعيم، مثلا جوزيف ابو فاضل، انه كذا حدا بتكون مثلا زياد اسود، بتكون عم تحكي معهم انه اول ما تبلش مقابلاتك معهم بيكونوا شيء، بيرجعوا بصيروا شيء ثاني. بنفس الطريقه واسهل بكثير، لانه انا محاور، مني جمهور سياسي. يلي جمهور سياسي مثلا بيتقبل انه رامي نعيم اللي كان بالاحرار رجع نقل صار الى جانب جبران باسيل، وتقبلوه على شاشه الاو تي في. بنفس المنطق يلي مثلا مثل سيزار معلوف كان نائب بالقوات وصاروا يتقبلوه انه عم يلتقي بشكل دوري جبران باسيل. بمنطق اسهل بكثير. انا اخر شيء محاور، مني طرف سياسي، فالامور سهله، كل واحد حر بموقفه، وانا علي ناقشه بموقفه، غير او ما غير هي شغلته، بس مهم يعرف يبرر هذا التغيير. ضل في مصداقيه من حكيه؟ اخر شيء مشان هيك الاسئله اوقات بتكون اساسيه انه تنطرح لنعرف انه التغيير صار عن قناعه او لم يكن عن قناعه. شو شفت؟ بالنسبه لرامي؟ ايه انت شو شفت؟ انا معروف رايي. اكيد مش عن قناعه. شو؟ وعن شو لكن؟ عن مصلحه. شو مصلحته؟ ما بعرف، انت بتعرفه اكثر مني، انت بتستضيفه 3-4 مرات بالجمعه. عليه بالجمعه لا هو من بدايه المباشره لليوم قديش شيء 4 مرات يمكن، يعني 3 سنين ونص 4 مرات او 5 مرات. لا عن جد قل لي انت شو بتحس؟ مصلحه او اقتناع؟ ليك تنكون منصفين، ما عم بحكي عن رامي، عم بحكي عن بشكل عام عن الاشخاص. اذا قصدك اللي كانوا مع التيار وبطلوا مع التيار، انا بفهم انه في كثير ناس انجذبوا للتيار الوطني الحر بفتره التسعينات بموقفه ضد الوجود السوري بلبنان. في ناس انجذبوا بشعاراته الاصلاحيه بين 2005 و2009 بدايه مشاركته بالحكم. في ناس تاملوا قبل عهد الرئيس ميشيل عون انه ممكن يصير في تغيير معين او اصلاح معين خلال هذا العهد، بس التجربه كلها خلقت لهم نوع من احباط، خلقت لهم نوع انه في شعارات وفي واقع على الارض لا يتماشى مع هذه الشعارات، فحقه يغير الواحد. سبحان يعني. الله ايه، بس انه هيك يعني من اخر العهد لما كل شيء في دول وكل شيء في ميديا قلبوا. هن كل واحد بقول لك كل واحد حر برايه، مهم وقت نطرح عليه، بس وقت انا بطرح عليه السؤال انا وياك حتى سمعنا يعني، بس هيك عم نقدر انا وياك. لا ما عندكم مشاهدين؟ بلا خاصة البرنامج منيح، عم بيجيب منيح، يمكن حتى اكثر من شو اسمه غير برامج. والله ايه بس ما بدنا نحكي، ما بنحب نفوت بهالاخبار. لا عم تعمل هيك ازمه داخليه بين بعضكم يعني. لا غير برامج على غير تلفزيون. على غير تلفزيونات. لا نحن ما بننافس بعضنا، بننافس غيرنا صرنا. منيح، يعطيكم العافيه. في لعبه رح العبها انا وياك. يلا بدك تخرج من مال رح القطك من ثاني مال. هات لنشوف. رح اسالك سؤال، بدك تكتب لي اسم وانا رح اكتب اسم خليه ضيفك قهوه قبل. يلا 2 in 1 3 in 1 كابوتشينو. هلا انا في شيء بلا كافيين؟
بلا كافيين ليك صعب يعني بجيب لك مي. هذا شيء. طيب بعمل لك كابوتشينو. طيب يلا كابوتشينو. دوقة. هات لنشوف. طيب رح اسالك سؤال. يلا. تكتب لي انت الاسم. هات لنشوف. انت كمقدم برامج اي شو البرنامج اللي هلا موجود على التلفزيون بتحب انت تقدمه؟ اكتب لي اسم ونرجع بنفسر، يعني يمكن تقول لي مش كثير هيدا، بس انه اكتب لي اسم. اسم ما بدي افكر هلا. بقول لك صراحه وما بعرف بتخيل تصدقني، يمكن انت مثلي انا ما بحضر تلفزيون، بحضر كل شيء على اليوتيوب. ترجع بتحضر. طيب عم تشوف بتذكر برامج ممكن عم بتشوفه على اليوتيوب في برنامج بدك عدد لك او خلص؟ لا انت سمي. تفضل. خلص كتبت؟ والله سجل والله. صار الوقت بتحب تقدمه؟ هلا هي لك انه فكرت برنامج سياسي لان اكثر شيء بيشبهني. او كيف بدي اكتب احمر بالخط العريض، بس مش مثل ما هلا صار، مثل ما كان قبل المتردد وهيك. يعني بحب البرامج الاجتماعيه، بس انه الاقرب لإلي هي البرامج السياسيه. فبين البرامج الموجوده على الساحه بالاعلام اليوم اللبناني، فصار الوقت. طيب كيف بتشوف برنامج صار الوقت؟ هلا او لو بعده موجود برنامج، مع انه يعني ما عم قارن حالي فيه كشخص لان عن جد هو بحترمه جدا، بس برنامج سامي كلاب مثلا من البرامج اللي كنت تابعها على الجديد لما ايوه تبع لما كان رئيس او شيء هيك. مثلا هيك برنامج اكيد بحب اقدمه، بس صار الوقت لانه هيك اكثر برنامج سياسي خطر على راسي، وحلو التفاعل فيه بين قصه انه في جمهور وفي سياسيين. اوكي، كنت تعمل نفس الشيء مثل ما بيعمل مرسال؟ لا انت غير شيء، لان كل واحد عنده شخصيته، يعني انه مين اللي اكتب لي سؤال؟ هات ثاني سؤال. مين الضيف اللي اذا انزركت بدك تعمل حلقه بتمون عليه تحكيه؟ كتار. صار زميلي واحد، نرجع بنسمي الباقيين يعني. طيب نعطيهم كريدي عم بلبوك. لا هلا هن مش قصه بلبوني يعني، لان لا هو اوقات انت بتطلع حلقه، اوقات ضيف بيعتذر، اوقات في مليون شغله بتصير يعني عادي. مين هيك مثلا بتحس انه هيدا ما رح يقول لي لا؟ هلا هن كتار صراحه، بس رح لاقي لك اسم. يلا. طيب رح كتبت لك اسم، بس بدي نوه قبل ما اقول انه هيدا الاسم وقت بقوله، وقت بحكيه بيكون كمان عن قناعه، لان بعرف معه حلقه حلوه. يعني في كثير ضيوف بقولهم انه ممكن دق لهم، بس بعرف انه تعبايه هوا، مش انه حلقه حلوه. لا هو على الاكيد بيعطي حلقه حلوه. مين؟ لا فيصل عبد الساتر. مش جوني منير، لان جوني طالع معك منيح. لا طالع منيح، بس جوني بالاجمال يعني ما كان في علاقه كان هون بالاو تي في انت وياه كمان. انه يعني جوني منير، جان عزيز في علاقه معهم بالاو تي في من ايام ما كانوا مدراء اخبار. فيصل عبد الساتر. فيصل بيعطي حلقات حلوه، بيعمل حلقه حلوه. يعني نقيت لك ضيف انه من الضيوف المتعاونين مع مقدمي البرامج، وبتضمن انه بيعطيك حلقه حلوه وبيلبيك بسرعه. صفه هيدي، مش ضروري تقول لي اسم لان بعرف ما رح تقول لي اسم. مين الضيف يلي ما بيطلع ببرنامجك؟ في اقول لك اسم هلا. جد؟ قل لي، اكتب لي هلا. هلا بخبرك القصه. يلا. ما عم بيخطر على بالي انا اسم انه ما يطلع. هلا بقول لك. مين؟ خلصت؟ انا ما كتبت. شو كان بدك تكتب؟ ما بعرف، ما كنت اكتب. انا قلت بلا اخلاق يعني، لان صفه قلت لك، بس انه لا عم بحكي انا. لا انا ما بتبنى. لا اوكي. لا اقول شارل جبور، بس ليه؟ لانه ما طالع معك منيح. طالع معي منيح، بس بعد اخر حلقه عملتها معه وهيك طلع بحلقه مع رالف معتوق على صوت لبنان، واتهمني قال انا ببيع حلقاتي للمقاومه، وقال انه عمل لي بلوك. فاذا عمل لي بلوك يعني ما في يطلع معي. يعني ما في اتواصل معه ولا يطلع معي، مع اني انا جاهز استقبله اكيد. اذا انت بتبيع حلقاتك بالمقاومه؟ انا ببيع حلقات المقاومه. انا عارف، بس كيف كي. طب ليه هيك صار شيء طويل ولا بشتري؟ بالحلقه معروف وقتها، بالحلقه الشهيره انه هلا كمان كان في نقاش حول عده اشياء. بس هو معود على الاشياء انه ما بعرف يعني. ما بعرف ليه زعج يعني لهلا ما عندي جواب. بس بوقتها بركي صاير سنسيبل.
ما بعرف، بس بوقتها قال انه عمل لي بلوك وهو منه عامل بلوك لحدا قبلي، فاذا عمل لي بلوك ما في يطلع يعني. مع انه انا هلا بقول انه انا اكيد بستقبله وبحب الحلقات معه يعني. صاير كذا حلقه كنت مستقبله قبل وبحب النقاش معه. غريبه. ايه. طيب اذا قررت ترجع على التلفزيون ايه. اي محطه بترجع؟ شو السؤال؟ انا بلا شو السؤال؟ اكتب لي ايه تنقوز علي. لا شفت عيونك. اذا قررت بس قدامك انه وين قدامي هون اوكي. البيضة ايه. ترجع على الجديد؟ مش ارجع على الجديد بس لا مش ترجع على الجديد قصدي. اذا بدي نقي كمحطات ولسبب واحد انه فيها تنوع سياسي منه موجود بغير محطات. يعني ما بتحس انه عندها هيك متركاج سياسي باتجاه معين. فيها تنوع اكثر من LBC جديد؟ هيك بشوفها. والله MTV ما عندها هذا التنوع، عندها خط سياسي كثير واضح وحد. لا اكيد ما عندها تنوع. فبالتالي يعني بحس هامش الجديد عندهم هامش اكثر من غيره. اكثر. ما اقصد بيشبهني، انت سالتني خيرتني، ما هن المحطات الموجودين بلبنان عندك MTV وLBC وجديد وOTV وMBN ومنار وتيلي لوميير وتلفزيون لبنان. ف بس في ناس راحوا على تلفزيون لبنان مثل الاعلامي وليد عبود. اكيد راح تلفزيون يعمل خطوه كبيره يعني. يمكن كان لازم اكتب تلفزيون لبنان والله بتعرف. تشيل عنا هيدا. طيب اذا خيروك شو بدك اذا خيروك تكون او مع القوات او مع حزب الله حصرا بين هول اثنين؟ بس هول حسب بشو؟ كل العالم بيكونوا قالوا اكيد رح ينقي حزب الله بس حسب بشو؟ لا انت بدك تقول لي بشو بتكون مع القوات بشو بتكون مع حزب الله. هلا بالقوات ما بكون في هيدا ليش عم تسالني حسب بشو يعني؟ لا ما لا لك يعني بموضوع القوات ما بحس ولا مره في يكون معهم بشيء، ما غير مقتنع بطروحاتهم. بكل طروحاتهم ما بتلاقي مثلا شيء معين انه انا قوات بلاقي يعني. انت عندك النزعه تبع اليمين المسيحي بتحن لا مش هالقد للجذور. انا بالنسبه لي مع القوات لا التقي بشيء، مع حزب الله التقي حصرا بموضوع المقاومه. بس بالسياسه الداخليه لا التقي. ما بتلتقي معهم بالسياسه الداخليه للحزب؟ طب مع القوات ما بتلتقي معهم مثلا بهلا قصه النازحين؟ قبل شوي رجع لك قصه النازحين. بلشت اعمل لك قبل شوي انه انا مع فصل الدين عن الدوله، فحزب الله هو حزب ديني، بالتالي بممارسته السياسيه بالشق السياسي اللبناني عنده هيدي الخلفيه، فما في يكون عم بلتقي معه على كثير اشياء ممكن يكون عم يطرحها. بينما بالشق المقاومه التقي. سالتني عن موضوع النازحين، اكيد لا التقي مع القوات لسببين كثير اساسيين، انه بقيوا 13 سنه بخط نقيض لطريقه طرحهم اليوم لمعالجه ملف النازحين. ولما بلشوا بدهم يطرحوا ملف النازحين بلشوا شفنا الفيديوهات اللي انتشرت لشبابهم بنوع استفزازي يعني تعرض لا انساني واعتداءات وضرب وهيك، ومش هيك بتصير الامور يعني. فلبهي قنعوني من 13 سنه ولا اليوم بهالاسلوب قنعوني. حلو خلصنا اسئله. بس طلعت بتلتقي اكثر مني مع القوات. لا انا الا ما تشوف شيء يعني ما بحكي عنه ما تضوي عليه يعني، بس انه انت بشو بتلتقي معهم؟ هاويهم الاسئله؟ بمحبه الحكيم. فكرنا في شيء اصعب. لا بعدين هوديك بعد في 3 سؤالات بالاخر. هات لنشوف. ما نحن بنطلع شوي ستيب باي ستيب. هات نحكي عن النزوح شوي. يلا. شفنا انه خلينا نحكيها مثل ما هي الامور. من اول ما بلش النزوح من لبنان ما كان في غير تيار الوطن الحر عم بيقول خلينا نظموه، وقفوا سجلون، خلينا نحكي بهالقايده. هلا كلفه وشيء حلو يعني ليش نشوفها نيجاتيف، خلينا نشوفها بوزيتيف. بس انت مثلا كشخص اعلامي وبتاخذ افكار كل جوفك من كيف بتشوف الحل للنزوح بلبنان؟ يعني هلا صار حقنا مليار دولار. هي ما قصة حقنا او مش حقنا، هي الفكره الاساس في خلل بهيدي الدوله اللبنانيه قائم من طريقه التعاطي من 2011. بس بدي بلش نوه بشغله، المشكله منا فعليا بالنازح السوري او بالشخص السوري، لانه اليوم حاله العداء اللي عم بتصير بين السوريين واللبنانيين هي شغله كثير بشعه وكثير مرفوضه،
محاوله تصوير الموضوع كطائفه، يعني المسيحيين هيك بدهم وهودي مدري شو، كمان منا حاله سليمه، وبعض الممارسات غير الانسانيه منا حاله سليمه. هي القصه واضحه، في معايير محدده، مين فايت بطريقه نظاميه ومظبط اوضاعه ومثبت اموره ومعه اقامه وراءه سليمه، هيدا ما في اي اشكال. صحيح. مين مش فايت بهيدا الاسلوب فبدنا معالجه الوضع تبعه، يعني منا حزوره. في دور للبلديات اول شيء باحصاء الداتا، في دور انه المنظمات والمؤسسات الدوليه اللي عم تشتغل ما فيها تضل هي فاتحه على حسابها من خارج اطار الدوله. يعني اليوم لما بيحكوا انه نريد منطق الدوله، ما بيكون منطق الدولة بناحية واحدة بس، منطق الدولة كمان انه ما في جمعيات قاعدة فاتحة على حسابها كيف عم بتمول. بس ما هي الجمعيات، بس انا مش دفاعا عنه، بس هي الجمعيات اذا بدك ميزتها انه ما بتقطع بالدولة، بتروح دغري للناس 100%. وهيدا هيدا عم بيشجع ويثبت اذا بدك النزوح. اليوم اذا دولة بدها تضبط كل الداتا عندها وبدها تكون ماسكه كل هيدا الملف، ما فيها تترك الامور فالته بهيدي الطريقه. التنسيق مع سوريا هو اكيد خطوه لابد منها ومنا عقده، يعني اليوم السعوديه عم تنسق مع سوريا، الامارات عم تنسق مع سوريا، مصر، هي سوريا رجعت على جامعه الدول العربيه وكله عم بينسق. منه حل سحر ساحر هيك وعينا بكره الصبح ما رح نلاقي ولا نازح بلبنان، بس في سلسله خطوات بدها تصير. والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع اوروبا مش تكون بس لجذب مصاري او لنشوف والله شو بدكم لنرضيكم، بدها تكون بخطوات. بس ما بدك تقنع كمان هالنازح السوري انه يا خيي انت قاعد هون، اوكي قاعد يمكن بخيمه او هيدا، بس انه عم يدفع لك مصاري، هلا مش شيء حرزان يعني، بس انه عم بيطلع اذا عنده 4-5 اولاد عم بيطلع له يمكن $1000 بالشهر. طب هونيك ما راح يحصل عليها. مش لازم هول الجمعيات والمنظمات انه يدفعوا هالمصريات، مش عم ما يدفعوهم، حرام يدفعوا لهم اياهم، بس انه يدفعوهم بسوريا. هذا اللي كنت عم لك عنه، عن قصه ضبط الجمعيات. بس كيف بدك تقنعهم؟ ما عم يقتنعوا. هي لانه مش هن كجمعيات، ممولهم ما عم يقتنع. يعني اليوم لما الولايات المتحده الامريكيه فرضت عقوبات على سوريا، لما الاتحاد الاوروبي كمان عنده شيء من هذا النوع تجاه سوريا، فهودي هن رادع يمنع عوده النازحين الى بلادهم. اليوم بفهم انه الوضع الاقتصادي والمعيشي بسوريا كثير سيء، كمان جراء هذه العقوبات بمكان معين منه. فبالتالي اكيد وقت قلت لك عن قصه دور الجمعيات ودور دفع المصاري، هذا اللي كان قصدي فيه يعني. طيب اخر سؤال قبل ما اسالك الثلاث اسئله اللي بقعد حدك هيك اسالك اياهم. شو رايك بالرد من الجنوب اللي عملوا الحزب؟ هل انت مع انه الحزب يساند جبهه غزه من الجنوب؟ اذا ذاكرين منيح، كنت عم تقول لي انت مع المقاومه. اذا ذاكرين منيح، الرد اللي صار ب 8 تشرين كان مزارع شبعه، يعني خارج اطار نطاق عمل 1701، فبالتالي حزب الله بهذا الرد لم يخرق ال 1701. الرد الاسرائيلي اجى على اراضي لبنانيه يشملها القرار 1701، فبالتالي لبلش من هيدي النقطه انه الخرق الاول اجى من اسرائيل بعد 8 تشرين، عدا عن انه اساسا يعني ما فينا نقول انه كان ماشي الحال واجت بعد 7 تشرين تخربطت الامور. طب بس كانت هاديه الجبهه. في فرق تكون جبهه هاديه، وفي فرق تشوف انه في عمل مستمر بانتهاك سياده لبنان يلي هو فوق 30,000 شكوى او خرق سجل اسرائيلي للاجواء اللبنانيه. مش مختلفين. الخرق الطيران الاسرائيلي بيطلع تقريبا اسبوعيا بيقصف سوريا من الاجواء صحيح. اللبنانيه، فالامور منا كانت مستقره، عدا عن انه التهديدات الاسرائيليه للبنان هي دائمه. وانا عندي شغله دائما هيك يعني بحب اتسلى فيها، كل يوم برجع شو كانت عناوين الصحف من سنه ومن سنتين. فاذا بترجع هلا من سنه قبل 7 تشرين كان كمان الاسرائيليين عم بيهددوا لبنان، فالتهديدات قائمه والامور قائمه. فبدل ما نتلهى اليوم ببعضنا انه لو الحزب رد ولو ما رد وشو عمل وما شو ما عمل، ما الاسرائيلي عم بيهدد وعم بيهدد. فبالعكس انا كلبناني بفكر اليوم انه المصلحه ما نكون عم نفتح بهيدا السجال بهيدا اللحظه، المصلحه اليوم نكون موحدين الموقف لحتى نجيب اكبر مكاسب ممكن. نحن بعدنا بحاله عداء، نحن في مشاكل كبيره بيننا وبين اسرائيل، عدا عن انه الجبهه مثل اليمن مثل العراق مثل غيرها هي جبهات عم بتساعد
انه اقله اذا ما بدي اقول عم تخفف ضغط عن غزه، عم تساعد العالم كله يكون عم يتحرك لينهي هذا الملف. فبالتالي ما بتلهى بقصه لو ما رد حزب الله ولو رد بس رواد قادرين نحمل نحن. يعني اوكي انت عم تقول انه كانوا عم يخرقوا هيدا، بس قصد ما كان في ضياع هلا بالجنوب مدمره، ما كان في 300 شهيد، رح اقلب لك انا ما كان في مليارات يمكن او ملايين دولارات بدها تندفع للعمار. قادرين نحمل نحن، قادرين نروح على المواجهه. طيب حرزانه لنا. اذا بتراجع التصريحات الاسرائيليه من سنه، كان هدفهم الاساسي مع المقاومه الفلسطينيه يكونوا عم يقضوا على حزب الله، مزبوط، وشعار القضاء على حزب الله كانوا يرددوه دائما قبل 7 تشرين وقبل 8 تشرين لما حزب الله نفذ اول عمليه بمزارع شبعه. فبالتالي اليوم حدا قادر يقول انا بضمن انه لو حزب الله ما بادر ب 8 تشرين الاسرائيلي كان قاعد هيك عم يتفرج ويقول لنا برافو عليكم؟ بس انه لو بادر الاسرائيلي كان غير نظره تكون. اي نظره؟ لا انه غير نظره بالنسبه لمين؟ بالنسبه لكثير من الناس اللبنانيه اللي هن مع المقاومه بس عندهم تحفظ على قصه هيدي. ليك انا بتخيل اليوم اللي عم بيصير بغزه كان ممكن يكون باي لحظه عم بيصير على لبنان. ومشان هيك بقول الاجرام الاسرائيلي اللي بنعرفه من 48 لليوم، واللي هلا عم نشوف بشاعه جديده من هيدا الوجه البشع، يمكن اللي خلقه بعمر صغير مش شايفينه. فنحن يمكن شايفينه بعناقيد الغضب، شايفينه اجدادنا شايفينه بالمشاهد القليله اللي كانت تجي من 48 وهيك. نحن بالنسبه لنا عم نرجع نشوفه اليوم عن جديد. اليوم اللي عم بيصير عم بيوعي راي عام غربي بجامعات امريكا، باوروبا، بكثير من البلدان حول العالم، ونحن عن جد قاعدين بعدنا عم نتلهى انه لو بادر حزب الله ولو ما بادر. في عالم كله عم يتحول اليوم وعم يوعى على هذه الممارسات وهذا الاجرام الاسرائيلي. فاقله بدي اقول لك خلينا نركز اليوم على هذا الاجرام، لانه النقاش بالموضوع الثاني ما راح يقدم ويأخر بالمعادله. ايه بس انه في عندك بلد رح يفوت بحرب طويله عريضه، وفي قسم كبير مش اللبنانيين مش قبلانين. طيب والبلد كمان اذا هيك بقسمك هلا ليه انا قلت هون في عندي 3 اسئله هيك. ليه هو قريب يعني؟ ايه ليك تفش فيك ستيل برنامج يعني هيك ايدك بالكبايه دغري على وجهي. يلا انت ولا مره صاير عندك مشكل بالبرنامج؟ شو بالمباشر اول حلقه على الاو تي في ب 9 تموز 2017 او تي في بلال دقماء واحمد شليش كسروا بعضهم. بعدكم لهلا باليوتيوب عم تطلعوا منه. اللي بيسمع بيقول لا عم بحكي عندك بالسوشيال ميديا. انت الان ضيف واحد يعني. لا عندنا جدل بيزنطي، كان في ضيفين. ايه صاير في كذا مشكل بيناتهم. في مشكل رامي نعيم وتوني بولس، كان بعده رامي نعيم مع التيار وتوني بولس ضد، صار حديه كثير قويه. وفي مشكل كمان بعد حضور الرئيس السوري بشار الاسد القمه العربيه بين الصحفي السوري مجد، نسيت كنيته لمجد، وبين بلال دقماء كمان ركب مشكل. كانوا مع بعض؟ ايه هذا جدل بيزنطي يعني؟ ايه بلبنان. لا مش كان اونلاين يعني. لا هون جدل بيزنطي بيكون ضيفين بوجه. بتحب انت اذا صار بتحب يصير هيك اشياء؟ ما بحب، بس انه اذا صارت هي ضمن سياقه، يعني ما بحب المشاكل المفتعله، بس اذا صار مشكل ضمن السياق انه هي الاعلام يعني. طيب اول سؤال بدك تسميه لي بس. مين الضيف يلي ندمت انك استضفته؟ ندمت؟ ايه قلت يا ريت ما جبته مش عجيبه بقى. بتصير. بتعرف الصراحه ما ندمت؟ عن جد؟ ولا ضيف؟ ولا ضيف ولا مره. يعني انا اذا بتعدهم كم حلقه، انا مبلش كمحاور من سنه 2000 وكمحاور سياسي من 2006. كنت رياضه قبل ايه؟ كنت رياضه وكنت برامج فنيه وكنت برامج اجتماعيه، شو ما بدك قاطع. بس هو كلهم بين ال 17 وال 23 عم تبني هويتك الاعلاميه. من 23 بلشت سياسي، مع عمر 23 عن جد ما في حدا هيك والله ولا ضيف ندمان عليه. طيب هذا بدي صوره تنزله على السوشيال ميديا. تفضل هات. مجلس العاده او جلسه؟ لا عادي هيك مش مشكله. مين الضيف يلي اكثر شيء بيعطيك معلومات تصدق؟ يعني تتكل على معلوماته لما يقول لك اياها. هلا في كتار، بس اول حدا خطر هلا على بالي دكتور وسيم بزي.
كل معلومه بيعطيك، مش كل معلومه بس اكثريه المعلومات اللي بيعطيك اياها. يعني بيكون لا بعرف كمان كيف يقاطع معلوماته. على ما بقول لك في كثير ضيوف يعني، بس اول حدا خطر على بالي. اخر سؤال، شو كانت اصعب حلقه عملتها؟ اصعب حلقه ايه؟ بالتلفزيون او بالسوشيال ميديا؟ هاي يلا انت هيك. اصعب من اي ناحيه؟ ما بعرف، انه ما هي الصعوبه دائما اوقات بتكون الضيف بيكون بموقع هيك غريب او تحضيره او ما بعرف، انه في كثير اشياء. رح اقول لك الاخر وحده حلقه ميشيل سماحه. ليه كانت صعبه؟ لان كان في تحدي كبير. له سكوب. اي اكيد. يعني بوقتها اذا قلتها باول حلقه، ميشيل سماحه هو توقف بال 2012، كان مفترض يكون ضيف نهار السبت. وهو توقف الخميس. فاخر بوست عنده على الفيسبوك كان حطوا الاربعاء المساء، لان انا حكيته الاربعاء وحجزته للسبت، انه ساكون ضيف رواد ظاهر على حوار اليوم على الاو تي في السبت 10:30 قبل 11:30 قبل الظهر. وبقي هذا البوست كل السنوات. فلما حكينا وتوصلنا مشان الحلقه اللي عملتها على بالمباشر، كان تحدي كبير. اول شيء عارف كميه الانتقادات اللي كانت رح تصير للاستضافه. اكيد. ماني عارف هو قد ايه رح يحكي بالملف وقد ايه ما رح يحكي بالملف وقد ايه رح ناخذ معلومات، عدا عن انه هو اساسا معروف بقراءته للاحداث وربطه للمعلومات. فكمان هيدا شيء كان اساسا نقدر نطلعه بالحلقه. هيك يعني كان فيها تحدي كبير. اذا اخذت حقها الحلقه؟ صارت يعني فوق على اليوتيوب صارت فوق ال 220,000. وعلى كل حال يعني جاي اجزاء ثانيه لها. يعني مثل ما قلنا هي كان حلقه تمهيديه لروايه كامله رح تجي. انا ما حضرتها بعد قريبا. شو نحضرها؟ مش عم بحضر. هلا بعت لك اللينك. مش لا عندي، ما تخاف متابعك. منيح. شو اكثر؟ بس مش عم طلع كثير مني مصاري، مش عم بفضل احضر حلقه كامله. رواد انا بدي القيمه المعنويه انا بدي اتشكرك. ناخذها منك، ما بدنا قيمه ماديه. ثانك يو حبيبي. انا بدي اتشكرك، دائما القعده معك ممتعه. شكرا كثير لك. بعرف انه مشكلة تشرب كافيين يعني، بس انه بالمكتب عندك اكيد بيشربوا. شكرا كثير لك. هديه من كافي لوكس سبونسر البرنامج. كلك ذوق. شكرا لك ولهم، وشكرا للاو تي في وللجمهور. يعني دائما المجي لهون. هلا كنا عم نحكي انه تحديدا هون بذات الموقع كان مكتبي وقت كنت بالاو تي في بقسم الاخبار. اخذت محلك. لا هون محل. صار محل ضيوف يعني. ثانك يو رواد. شكرا لك شربت. يلا باي، بشوفكم الاسبوع الجاي مع ضيف جديد.